أهلا بيكم. كتير قوي بنلاقي نفسنا قدام اختيار صعب، وظيفة أحلام، مرتب خرافي، ومنصب كبير، بس التمن هو سلامنا النفسي وصحتنا. طيب هل الطموح ده فعلا يستاهل التضحية دي كلها؟ النهاردة هنغوص سوا في المعضلة الحقيقية دي، ونشوف ازاي ممكن نوازن بين النجاح في الشغل والسكينة اللي جوانا. الحكاية بتبدأ بواحدة جالها عرض شغل نقدر نقول عليه فرصة العمر، مرتب ضخم، منصب كبير، الكل بيحلم بيه. عارفة ان الشركة دي هي نفس المكان اللي دمر نفسيتها قبل كده. بيئة شغل حرفيا مليانة بالناس المؤذية. كل الناس اللي حواليها بيقولوا لها انت مجنونة لو فكرتي ترفضي، بس هي من جواها مرعوبة. والموقف ده بيطرح علينا كلنا سؤال مهم جدا: الأولوية لإيه في الوظيفة المثالية اللي شكلها من بره بيلمع ومبهر، ولا للسلام النفسي اللي مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تعوضه؟ هو ده بالظبط قلب الصراع اللي هنستكشفه مع بعض. طيب عشان نفهم عمق المعادلة دي، اسمعوا معايا الحكاية الرمزية دي اللي حكاها على فكرة دكتور نفسي. القصة بتورينا ازاي التفاؤل ساعات، خصوصا لو كان في غير محله وفي بيئة سامة، ممكن يكون أخطر حاجة على الواحد. الحكاية عن رحالة هندي كان حلمه الأوحد في الحياة إنه يتسلق قمة جبل إيفرست، وهناك قابل مجموعة متسلقين صينيين وقرر ينضم ليهم عشان يحقق حلمه، مع إنه ما بيفهمش ولا كلمة من لغتهم. بحماس بقى مش طبيعي، الرحالة الهندي ده سبق المجموعة كلها وبدأ يطلع لوحده بسرعة. زمايله الصينيين شافوه من بعيد وبدأوا يزعقوا عشان يحذروه: ارجع، في خطر. بس هو بسبب حاجز اللغة اللي ما بينهم سمع صريخهم ده على انه تشجيع، افتكرهم بيقولوا له كمل يا بطل. عاش. وهنا بقى بتحصل المأساة. فجأة بيظهر نمر جبلي وبيهجم عليه. الرحالة بيصرخ وبيشاور بإيده وبيطلب النجدة لكل من زمايله، لكن الصينيين من بعيد شايفينه وهو بيشاور افتكروا انه خلاص وصل للقمة وبيحتفل بنجاحه. فراحوا ردوا عليه التحية وهم في مكانهم، والنتيجة كانت ان النمر قضى عليه. القصة المرعبة دي بتوصل لنا لدرس ممكن يكون عكس تفكيرنا تماما. كتير مننا بيختار الطريق الصعب عشان يثبت انه اقوى، لكن الحكمة الحقيقية ساعات بتكون في ان الواحد يختار الطريق الاسهل. السلايد دي بتوضح الفرق كويس قوي. على اليمين مفهوم القوة اللي الناس شايفاها انه ارمي نفسي في النار عشان بس اثبت اني اقدر، لكن بصوا بقى على الشمال، دي القوة الحقيقية: اني ابقى عارف حدود نفسي واسمع لصوتي الداخلي واقول لا بمنتهى الثقة لأي حاجة ممكن تهدد سلامي النفسي، حتى لو كانت فرصة شكلها من بعيد مغري جدا. تمام، بس خلينا نكون واقعيين، مش كل الناس عندها رفاهية الاختيار ده. في ناس كتير مضطرة تكمل في بيئة عمل صعبة أو مؤذية لظروف خارجة عن إرادتها. طيب الحل إيه في الحالة دي؟ نعمل إيه؟ هنا بقى بننتقل لمسار تاني خالص، مسار الناس اللي لازم تكمل. والحل هنا بيعتمد على بناء مهارة أساسية سماها الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي فن الصمود. الصمود معناه معنى حديث في الصحة النفسية، إن ببساطة القدرة على التحمل الظروف الصعبة والتكيف معها بذكاء. يعني بدل ما الواحد يستنى المشكلة تيجي وتكسره، لا، هو بيبني لنفسه درع نفسي وجسدي قوي من الأول عشان يقدر يواجه أي حاجة بعد كده. دي مش مجرد قدرة على التحمل وخلاص، دي استراتيجية بقاء ذكية جدا. جميل. طيب ازاي نقدر نبني مهارة الصمود دي؟ الدكتور المهدي بيقول لنا حاجة في غاية الأهمية. هي زي شنطة عدة، مجموعة أدوات عملية نقدر نستخدمها عشان نبني قوتنا الداخلية دي. الخطة متقسمة لثلاث خطوات أساسية. أول حاجة العادات التأسيسية، ودي الأساس الجسدي والروحي. تاني حاجة العقلية والنفسية، ودي بتعتمد على حاجات جوانا زي الصبر والأمل. وتالت حاجة التحرك الاجتماعي والاستراتيجي، وده بيعتمد على الناس اللي حوالينا وعلى تركيزنا على الحلول. الخطوة الأولى هي الأساس اللي بنبني عليه كل حاجة: الصحة النفسية القوية.
بتبدأ من صحة جسدية قوية، يعني لازم نهتم بأكلنا الصحي ونوم كافي، نتحرك، نشتغل رياضة. كمان أي ممارسة روحية بتدينا هدوء وسكينة، دي بالظبط زي البطارية اللي بتشحن الجسم عشان يقدر يستحمل أي ضغط نفسي. بعد ما بنينا الإنسان بنضيف عليه بقى الاستراتيجيات النفسية والاجتماعية. مهم قوي نحافظ على الأمل، وكمان نمرن نفسنا على الصبر والتحمل، نسند على أهلنا وأصحابنا، ونقرأ قصص ناس عدوا بأزمات شبهنا ونجحوا. ده بيدي إلهام وقوة، والأهم من ده كله نركز على إيجاد حلول إبداعية للمشاكل. وده يمكن أهم نقطة. زي ما بيقول الدكتور المهدي، الشخص الصامد مش بيغرق في مشاعره زي الحزن أو الغضب، هو بيفكر فورا في الحل. النقلة دي من ردة الفعل العاطفي للتفكير العملي في حل، هي دي جوهر الصمود. وفي النهاية بنرجع للسؤال الأصلي بعد ما شفنا المسارين، مسار الانسحاب ومسار الصمود. ايه هي بقى الفرصة الحقيقية اللي المفروض كلنا بندور عليها؟ لو بصينا هنا هنلاقي تلخيص عبقري عندنا للطريقين، وكل واحد فيهم اختيار شجاع. على الشمال مسار الانسحاب، وده فعل لحماية النفس مبني على معرفة حدودنا. وعلى اليمين مسار البقاء، وده فعل من التحمل الاستراتيجي مبني على بناء صمودنا برضو. يعني مفيش اختيار صح واختيار غلط، في الاختيار الأنسب للشخص ولظروفه. وده بيوصلنا لتعريف تاني خالص لكلمة فرصة. الفرصة الحقيقية مش مرتب أعلى أو منصب أفخم، الفرصة الحقيقية هي السلام النفسي والراحة الداخلية. ودي الحاجة اللي لو ضاعت مفيش أي فلوس أو نجاح خارجي في العالم كله يقدر يعوضها أبدا. وبكده بنسيب السؤال لكل واحد فينا يفكر فيه، يا ترى ايه هو الثمن الحقيقي اللي ممكن ندفعه مقابل سلامنا النفسي؟ لأن الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد قراراتنا بعد كده اللي جاية. شكرا ليكم.